هلو شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. مشتاقة لكم كلش هواية، متابعاتي اللي احبهم واللي دائما يتواصلون وياي، شكرا من القلب على كل الرسائل اللي ددزوها وعلى الناس اللي مشتاقين لي اللي كنت هواية يعني التقي وياهم ببغداد. ف عن جد يعني انتو خوات، وفعلا انتو احسكم قريبين الي ومثل عائلتي. احبكم كلش هواية. اليوم راح اشارك وياكم في فيديو بسيط. راح شلون مشترية شغلات جديدة نحتاجها بحياتنا اليومية، فقلت هم فرصة اسلم عليكم واشوفكم. شكو ماكو هنا، هي صدقوني كلها نفس الشغلات تقريبا موجودة ببغداد، لذلك اني دا اشاركها وياكم اليوم. اشتريت شنو هاي بيجامات، خلي اشوفكم اياها، كان سعرها كلش رخيص. فبغداد أنا أتذكر كنا ناخذها ب8 لو ب10,000 دينار، أنا أخذتها ب6.5، يعني تقريبا همينة ب10,000 دينار تطلع. اللبس كلش حلوة، يعني قدرتها قبل شوية، بعدين جتني فكرة قلت خليني أشاركها ويا متابعاتي، صار لي من زمان ما مسلمة عليهم، فخلي أشوفهم مشتريات وهمينة أسلم عليهم. فهاي البيجامة كلش حلوة، بيها كلاو هالشكل يدفي لان هنا البرد مو طبيعي. زين، وهاي البيجامه مالتها بيجامه عاديه بسيطه. زين، فاخذت قطعتين، اخذت هذا اللون، شو رايكم؟ يلوق لي والله، حسيته قريب علي يعني حلو كان. من قدرته كان اللون راهم لي. وهاي البيجامه الثانيه، هذا الموديل شوفوه يختلف، مو الموديل هاي شبيها اني صارلي وايد مسويه فيديوهات وصايره احشش. الالوان بس تختلف، بس نفس الموديل. زين، شوفوا هذاك ابيض ورصاصي، وهذا سمائي وازرق. هم يلوق لي، شنو رايكم؟ حلو علي يطلع؟ يلا بعدين من اسوي فيديوهات بعدين اشوفكم البسهم وبعدين نشوف يراهم ولا ما يراهم. المهم يدفون، سالفة حلوين لو ما حلوين مو مشكلة، المهم شنو؟ يدفون، أهم شي يدفون. عندي هواية والله الكنتور، يعني أقول يا ربي يعني صار لي سنتين هنا، منين صارت هاي الملابس؟ مدى أدري، المخزن مليان كنتور، 6 بيبان مليانات، وين ما أروح أجيب وأكون بالأشياء، أجيب وأكون بالأشياء. ابنيكم هدوم، رجليكم هدوم، مريم خاب لا تحجوها، ودائما نصيح مني ما عندي أغراض لازم أروح للسوق أشتري. هذا سانسينج، هذا للشعر الويف، خلينا نقول شلون شعري هسه ويف. زين، ورا ما تسبحين وتجففين شعرك، يعني شلون تجففيه بالخاولي مو بالمجفف، تخلين وتمشطين شعرك، تاخذين من عنده شويه. اذا تحبينه مجعد تسوي هالشكل، راح ينطيله فد شي كلش حلو، يعني مصر عليه هاي مثل شلون يعني مثل الكفشه، خلينا نقول يطيله فد قوام كلش حلو. واذا ترديه سرح همينه من تسويه بالكاويه او بالمجفف، همينه تخلين على الشعرايه ينطيلها فد فاليوم كلش حلو. حبيته والله، وسعره كان كلش رخيص. هنا اخذته تقريبا 1.5، خلينا نقول ببغداد يعني خلينا نقول ب2000 2400. موجود اكيد بكل المولات والسوبر ماركتات راح تلقوه، لانه سانسينج ماركه معروفه جدا. زين، ومنتشره بالعراق وبالوطن العربي كله. اخذت شنو مقراضات شفاية ودا كبيره عملاقه، اني احبها، وهاي صغيرونه ما احب استعملها، ما اعرف ليش. المهم هاي بالنسبه للبنات اوروبا موجوده، نزلت باليدل. زين، وهم سعرها يمكن كان لو ب1 لو ب2. واخذت هذا اللون ما صبغ ما شعر، شو رايكم؟ لانه هو دا يبين عندي جدر، فاريد ارجع اصبغ لون شعري، ارجع اوحد الصبغه. اني ما احب اصبغ كل الشعر لان يخرب يحترق، فراح اشارك وياكم هذا الفيديو ما صبغ. راح اصبغ فقط الجدر، نهائي ما اطخ بهذا الشعر مالتي. زين، وش باقي يعني يوميا قصقص بشعراتي. زين، واخذت هذا المعطر، هذا المعطر هم حلو، تخيلوا سعره هنا هم 1000، مو بس ببغداد ب1000. يعني ليش احب الشغلات البسيطه اللي بدون تكلفه، هي دائما تكون رخيصه بس تفي بالغرض. يعني انا ليش دا اشتري ب5 لو ب7 وهو موجود بيورو؟
اشتري بيورو خلاص. عطره طيب، عطره رمان منعش. اخذت هذا الشيء الغريب الحلو اللطيف، لا مو غريب كلكم تعرفوه. زين اني دائما كنت ببغداد استعمل تعرفوها لين. زين بعدين نزلت ما اتذكر اسمها، تركية كان سكرين اسمها ما اعرف، فكانت حلوة يعني هاي الحلاوة اللي تشيل الشعر. بس جيت هنا الاشياء جايبتها خلصت، واستخدمت هواية شغلات هسه اشارك وياكم، اسوي فيديو خاص بخصوص العناية بالجسم. زين فجبت هاي تلزق، هي كاملة تلزق وتشيل الشعر بس ما تنظف بنات، ابد ما تنظف، بس من لا شعره يعني واحد يستعمل هواية شغلات لحد ما يوصل للشيء اللي هو يريده. بعد شنو هاي فرشة ممتازة هاي بنات، بيها عدة استخدامات، اي شيء تبي تنظفيه ممكن تنظفيه بيها. حتى شنو، حتى من تجين تسوين بديكير مانيكير الاظافر، شو اسمه هو بديكير مانيكير، اي بديكير مانيكير صحيح ما غلطت. فهمينه تنظف الاظافر بيها، فسعرها همينه كانت اعتقد بيش والله مياتها ب31 سنت. شوفوا السعر هنا انا منطيلكم التفاصيل، فسعرها ب31، اثنين ب31 كلش زين، يعني تقريبا تطلع الوحده ب750. احنا ببغداد كانت الوحده ب1000 دينار، الكبيره ها مو صغيره. فيعني هاي الاشياء اللي اشتريتها. وبعد اكو شغله هم يعني جبتها، بما انه هنا الجو بارد واحنا صوبيات مالتنا شبيه اني اليوم هوايه سحقات عندي صوبيات اقول. الصوبات اللي موجوده تقريبا بكل اوروبا هي على المي الحار، هنا يسموها كلداير. طبعا هاي اكثر شيء يعني هي تدفي مو ما تدفي، بس اني احس التدفئه مالتها اغلبها لان هي حاطه ويا الشباك، اغلبها يعني يا دوب تروح برا توزع الحراره خارج المنزل. فقالوا اكو سيليفون واحد يخليه موجود، انا شفته بالماركتات اللي رحت لهم ما تسوق. ففعلا هذاك السيليفون هو يعكس الحراره، يدزها هالشكل يعكسها على البيت. فهالسنه اني ما شغلت لانه طلعت علي مبلغ كبير العام، فهالسنه استبدلتها بالصوبات الكهربائيه. ان شاء الله ادعولي ما يطلع علي هوايه الكهرباء. زين فبالليل تصير باردة بس صوبة، فقلت خلي اجيب هذا يصير مثل الدوشق، ومو دوشق مثل البطانية بس كهربائي. فاخذت ابو نفرين، هذا شوفوا وسعره كان هم مناسب قلبه. شوفوا طبعا هاي بنات اوروبا يعرفوا، عبارة عن بطانية وبيها فد سلك تشغلي ينطي فد تدفئة بسيطة للجسم. زين والله يعني على قولتهم كوزي كوزي نص ونص، يعني بالنسبة لي انطي 30%. زين بعد البنات البقية الله اعلم ما ادري، اكو ناس يحبوه اكو ناس ما يحبوه. انا زوجي لح علي جيبي من عنده جيبي من عنده، جبته شغلته ما احس بدفو بي، ما يعني ما يفرق هوايه. خب واحد يحط جواته بطانيات يعني الا يحط على الكهرباء بالله النتل ومات شلون يعني شي بنون عليه، مات قضاء وقدر لو مات بالكهرباء هو محروق. بنات نصيحه زين، هذا اللي دا اقول لكم اياه قد يكون مكيده، انه هي رجلك يريد يخلص من عندك يقول لك حطي من هذا، بلي انت نايمه يحط لك شويه مي تنت لين تموتي. لا الشاقه زين. بس الافضل انه غلط واحد يشغل فشي على الكهرباء وينام بالليل، يعني اشوفه وما يفي بالغرض، يعني ما ادري ما حبيته، قلبي يلعب راح ارجعه. هنا الشيء الحلو عندنا اي شيء تشتريه بضمان 3 سنوات، واذا ما تردين ترحين ترجعيه تاخذين بداله غير حاجه. فبما انه هيك صارت السالفه اليوم انا رايحه اودي اجيب بداله. فالشغله ثانيه عاجبني ضغط جدر ضغط على الكهرباء يجنن. زين كل ما اروح اقول اخذه لو ما اخذه،
85 يورو كلش هواية على جدر ضغط. هو شنو حتى ب85؟ بس لا يعني قريت عليه شي يسوي لبن، يطبخ لك كل الاكلات اللي معتادين عليها احنا بالعراق، تشريب باتشا ما اعرف شنو هاي السوالف، حمص ما اعرف شنو. بس اللي احلى بعد انه يطبخ حتى التمن. ففكرت قلت يلا حاطيه هسه على تخفيض 50%، فمسويه 45. هذا اشتريته ب30، راح اروح ارجع ادفع فرق واجيب ذاك الجدر واريح راسي واشارك وياكم الفيديو ونسوي لنا بيه فد شي طبخه نجرب. ايش رايكم؟ احبكم كلش هوايه، استمتعت وياكم بالحديث وان شاء الله نتواصل دائما. شجعوني حتى انزل فيديوهات اكثر، وانا احبكم كلش هوايه وشكرا لكم من كل قلبي ومع الف سلامه.